لو أنت شايف نفسك مش هتجيب مجموع، استنى بس دقيقة. عارف إحساس إنك تفتح كتاب وما تفهمش، أو إنك بتذاكر وبرضه بتنسى، وإنك شايف كل الناس اللي حواليك بتجري وأنت لسه واقف مكانك؟ أنا عارف الإحساس ده كويس، بس خليني أقول لك الحقيقة اللي محدش بيقولها. المجموع مش للذكي، المجموع للي مكمل. أنت مش فاشل، أنت بس محتاج الطريقة الصح. كل واحد جاب مجموع كان عادي جدا، بس فرق في حاجة واحدة بس. عارف إيه هي؟ إنه ما استسلمش. ابدأ صغير عادي جدا. ساعة واحدة مذاكرة أفضل من 5 ساعات أنت بتضيعهم. خد بالك، كان عندك مثال حلو قوي إن رحلة ال1000 ميل بتبدأ بخطوة. قدامك المستقبل واسع قدامك والمجالات كتيرة جدا. حط حلمك قدامك وحاول تركز عليه. ومفيش مشكلة لما تحل وتتعلم وتغلط وترجع تعيد تاني. إيه المشكلة؟ أهم حاجة بس تكون واثق في كل خطوة أنت بتعملها. خد بالك، ممكن كتير يقولك نصايح، بس النصيحة دي مهمة جدا. حاول على قد ما تقدر تركز في مستقبلك، ركز في تعليمك. حاول على قد ما تقدر تركز في مجالك اللي انت حابه. انا عايز ادخل هندسه، انا عايز ادخل طب، انا عايز ادخل كليه من اي كليات اللي موجوده عندك. اهم حاجه بس ركز في المجال اللي انت حابه. ان شاء الله تقدر، لو انت واثق في قدراتك وواثق من نفسك. وزي ما قلت لك، اهم حاجه انك ما تستسلمش. افتكر اليوم اللي انت هتمسك فيه النتيجه، هل هتكون مبسوط ولا هتكون ندمان؟ القرار في ايدك في النهايه. لو انت ناوي تكمل، اكتب تحت في الكومنتات انا هكمل، واستنى مني كل يوم طريقه تخليك تقرب من هدفك. شكرا.